الطاجن ده بيفكرني بذكريات حلوه قوي. كلنا بنحب طاجن المكرونه باللحمه المفرومه. كنت اخرج من المدرسه كده اضرب طاجن المكرونه دوت، فضلت وراه لغايه ما عرفت لكم السر بتاع طاجن المكرونه بتاع محلات الكشري. مش هتشوفيه في اي مكان تاني. نركز كده مع بعض. واللحمه العصاق كلنا عارفينها، انا مش هطول عليكي. بصلايه وطومايه، وبعد كده بنقلبها كويس قوي لغايه ما تتعصج معانا. نتبل بملح وفلفل وكزبره وبابريكا وسنه كمون، والفلفل الاسود طبعا ده اساسي. ونقلب الكلام ده كله تقليبه كويسه. حابه تحطي شويه فلفل برنواز صغيرين، يبقى انت كده بقى عليتي على نفسك وهتاكلي طاجن ملوش حل زي الشيف الحديدي. قلبي الكلام ده كله كويس، وبعد كده اول ما يدبل معاكي تحضري الطاجن بتاعك او الصينيه اللي هتعملي فيها طاجن المكرونه باللحمه المفرومه. سوي اللحمه كده في الطاجن زي ما انت شايفه، وبعد كده انزلي بالمكرونه نيه. اوعي تسلقي المكرونه ولا الدنتي ولا نص سوا ولا القصه دي خالص. المكرونه تنزل نيه فوق اللحمه المفرومه. وبعد كده بنعمل صوص طماطم واخد ملح وفلفل وريحان وسنه توم زي ما انت شايفه كده. ننزل بالصوص بتاع الكاسيه دوت او الطماطم ديت، ونغطي بورق زبده وورق فويل. والفرن عندي والع من قبل بربع ساعه لغايه ما يسخن معايا كويس قوي، ويخش الفرن يا باشا بقى يبقبق جوه الفرن. بيقعد حوالي 15 دقيقه 20 دقيقه، يعني تلت ساعه ده اقصى حاجه. ويخرج بصوا العظمه وبص الجمال والشياكه. المكرونه طالعه الواحده بوحدتها. الف هنا وشوف عليكم. هنسميه بقى طاجن المدارس. انا كنت بخرج بصراحه من المدرسه للامانه يعني الاقي الكل تقريبا المدرسه جوه محل الكشري بياكلوا الطاجن ده. وجبه سهله وسريعه واقتصاديه، وحاجه مش هتاخد منك وقت ولا غلبه يعني. اتمنى تجربوه، ان شاء الله هيعجبكم جدا. تعالوا بقى نقلب ونشوف الشياكه في الطاجن على السفره بتاعتنا يكون عامل ازاي. هوب اقلب يا باشا، وبص بقى التورتايه دي حاجه عظمه على عظمه. الف هنا وشوف عليكم. بص المنظر بجد حاجه عظيمه جدا جدا. اتمنى تجربوه. واللي بيجرب وصفاتنا يا جماعه اتمنى تقولوا لي برده في الكومنتات، عشان خاطر الناس اللي بتخش على وصفه جديد يشوفوا يعرفوا ان المقادير مظبوطه او الوصفه على الاقل مظبوطه، فكلنا نستفاد. اتمنى الوصفه تكون عجبتكم. ان شاء الله اشوفكم في فيديو جديد. نصلي على النبي في الكومنتات. سلام عليكم.